هقول لك اخترت ديفا لان ديفا عامه في كده تحس من ديفا انعكاس لجمال وشياكه المراه، مش هيجي غير لما نهتم بيها من بره ومن جوه. فكان لازم في ديفا نتكلم معاها عن صحتها الجسديه والنفسيه، ناخد بالنا كده من كل حاجه هي بتعملها في حياتها، ونبدا نناقشها بطريقه بسيطه وسهله، والتاتش بتاعتي طريقه علميه بسيطه كده بخطوات عمليه. احنا البنات حواراتنا والحاجات اللي بنهتم بيها كتير قوي. فديفا هتلاقيه بيناقش حاجات كتير قوي فعلا للبنت والست، لكن غصب عننا هتلاقينا بنتطرق للحوارات دي لان بنتكلم عن الجواز، بنتكلم عن العلاقات، بنتكلم عن الولاد والتربيه. فهتلاقينا بنتكلم عن المجتمع كله، احنا نص المجتمع بس بنأثر في المجتمع كله. وبدأنا كمان ننزل الشارع ونعمل لقاءات مع رجاله وستات نعرف رأيهم في حاجات كتير، وممكن نستضيف فنانين او شخصيات ناجحه في مجالها رجاله او ستات. وكل ده على فكره هيأثر على ديفا، لانه دي كلها حاجات هي محتاجه تعرفها وتشوفها، وممكن يبقى